فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. إذن هكذا هي الأجواء هنا في معقل فريق ديبورتيفو ألافيس، وحيث الجولة 31 لبطولة الدوري الإسباني للدرجة الأولى في هذا الموسم. وهنا هذا المشجع مشجع فريق ديبورتيفو ألافيس، لكن عليك أن تعلم إياك أن تستفز مدريد في لقطة تظهر هنا في هذا اللقاء وفي هذه اللحظات وقبل انطلاقة وبداية هذا اللقاء. مشجع ديبورتيفو ألافيس رافعا قميص أرسنال، لا سيما بعد قدوم ريال مدريد من مباراة ملعب الإمارات التي خسرها ب3 أهداف لنظير. رودريغو التسكة في السيتي، عندك كرة يحاول فيها في سيسار سوتوغرادو، كرة منقولة، ترسل هذه الكرة طويلة داخل منطقة الليدان، ترسل هذه الكرة طويلة بعد فريق ديبورتيفو ألافيس. هناك يفعل على أمر أصبح بمثابة الجزاء، والتسديدة هنا تأتي لكنها بعيدة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. ضاغط فريق ديبورتيفو ألافيس في بداية هذا اللقاء بين هدفين. هناك كرة وخطأ، روديجر عنده كرة لكن هناك خطأ كان موجود على كيليان امبابي. لحظة التحرك كيليان امبابي في اللقطة الماضية. السعيدة رودريغو راسية في الوسط من جديد تعود ممتازة إلى كيليان امبابي، يريد بعد ذلك الراسية تأتي والهدف الأول، الهدف الأول لريال مدريد. اسينسيو إذا يسجل أول أهداف الريال بكرة من اسينسيو. المدافع هنا يسجل، المدافع هنا بالمرمى يتصل، المدافع هنا يمنح الأفضلية للريال في هذا اللقاء. هدف أول عن طريق راؤول، عن طريق اسينسيو في اللقطة الماضية. لاعب ديبورتيفو ألافيس هناك خطأ، نعم هناك خطأ على روديجر في اللقطة الماضية، يعني بدا واضح. هنا التصويبة من أردا لكن إلى رودريغو، تقدم بعد ذلك غارسيا، عنده كرة فران غارس، كرة تشواميني إلى كيليان لكنها بعيد، طالت على كيليان امبابي، تحولت إلى ركلة مرمى. أقصى اليسار لكنها كانت خاطئة، ما زالت قائمة والتسديدة هنا تأتي لكن كورتوا تيجو تمكن من هذه الكرة، لكن هناك صافرة وخطأ من إحراز أول أهداف مدريد. كامافينجا في لمسة، أعطيك أن يعاود الفوز الصعب بالأمس. كرة عرضية ترسل لألافيس، تحولت إلى تصويبة، قد تأتي التسديدة لكن اصطدمت في دفاع أي جمهور هنا طبعا دائما في مختلف أردو كاد أن يفعلها جولر، كاد أن يفعلها جولر، مطالبة بوجود ركلة جزاء لكن ممتازة كانت اللمسة، ممتازة كانت التمريرة الطولية. أردا جولر كان يطالب بوجود ركلة جزاء. هل فيها شيء؟ هل فيها؟ يمرر كرة مرة رودريغو، سوى الأروع، جميلة التصويبة لكنها بعيدة كرة اللاعب كيكي غارسيا إلى خارج الملعب. الكرة لمن عودة للخلف، وقت طويلة لكن روديجر في التغطية، تحتاز كارلس في السنتين، عندك كرة رودريغو والعرضية لا تأتي لكنها في داخل منطقة العمليات. راسية رودريغو مر رودريغو التسديدة لكن حارس المرمى أونو تصدى لكرة رودريغو اردي كامافينجا، يا ولد يا له من هدف ولا أروع. كامافينجا يسارية فرنسية قوية في الشباك الباسكية، تعطي الكتيبة المدريدية أول أهداف اللقاء ولا أروع. صاروخ كامافينجا في اللقطة الماضية ما بين أردا وفالفيردي وكامافينجا. الريال هنا من يتقدم، الريال هنا من يسجل، الريال هو من يزور شباك مرمى الحارس أونو في اللقطة الماضية. هنا بأمنيات الرباعية أمام أرسنال، لكن هنا في حقيقة المواصلة من أجل أمل التتويج أمام ديبورتيفو ألافيس في هذا اللقاء. ما بين لمسة وأخرى من فالفيردي إلى أردا، من أردا إلى فالفيردي إلى كامافينجا، تسديدة يسارية لافة قوية كانت في فرصة عرضية لا تأتي خطيرة عودة فريق ديبورتيفو ألافيس. جوردان يرسل كرة في السيرة كارلس فيسنتي لكن روديجر، كرة تصل من فيسنتي طويل، الكرة في الوسط، تحولت الكرة لمصلحة فريق يمر فيسنتي، يا ولد ممتازة كرة كارلس فيسنتي، جميلة جدا. أراد فيسنتي أن يرد على كرة مقطوعة من مبابي أمام أردا جولر. هناك سقوط خطأ كان موجود في اللقطة الماضية، خطأ كان موجود وبطاقة صفراء على كيليان امبابي.
تدخل كان من كيليان امبابي في الكرة الأخيرة، وبالتالي بطاقة صفراء من نصيب الفرنسي. خطيرة تأتي لكن رائع جدا راؤول أسينسيو، رائع جدا راؤول أسينسيو مع كل ما حدث لريال مدريد في هذا الموسم. لدينا كرة عرضية لا ترسل، خط كرة منقولة، فالفيردي يريد الخروج بها بجاز، يرسل كرة عرضية خطيرة يحاول فيها رودريغو يتقدم كامافينجا، تمريرة يتكفل بذلك الهدف. كارلو أنشيلوتي من المعطي فرصة، رودريغو يتقدم في كنية، هنا تنفذ الراسية في اليسار، روديجر يتوغل أكثر لا يمر جولا. كرة منقولة، لمسة أخرى قصيرة والتصويب، أنشز عرضية أخرى راسية لك، تمريرة هنا في الطرف الأيمن، شواميني في افتكاك الكرة، كريسنتي بالإضافة لكيكي جارسيا، عرضية لا ترسل والراسية يغادر أرضية الملعب عالية. بعد ذلك الراسية هنا تأتي لك تيبو كورتوا، أخطر ديبورتيفو ألافيس في هذا الشوط الثاني. نعم توني مارتينيز من أول لمسة بالكرة الراسية، طريق فيني أراد الهروب، فيني سقط، فيني يطالب بوجود خطأ، الحكم أمر، هي حمراء من نصيب مانو سانشيز الذي يغادر أرضية الملعب، وبالتالي تتعادل الكفة الآن ما بين منطقة الجزاء. راسية بيلينغهام يخسر هذه الكرة، بيلينغهام راح، بيلينغهام عندك يغادر أرضية الملعب. أربعة هنا ركلة ركنية تنفذ، راس كرة منقولة لمصلحة فالفيردي والصواريخ والتصويبات، تصويبة قوية جدا من فالفيردي، قوية جدا كاد أن يفعلها فالفيردي بتسديدات التي اعتدنا أن نشاهدها بكراته وأهدافه من المسافات البعيدة. فالفيردي في التسديد يتربص بفريق ديبورتيفو